بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تمام. ادي الرز اللي فاض عندنا، طبقين الرز دول كانوا فايضين في التلاجة. طبق المحشي دوت معمول من شوية خلطة كانوا محطوطين في التلاجة. رحت انا جايبة كيلو بتنجان ب20 جنيه وربع فلفل ورحت حاشياه. تمام. ادي النهارده بطل الليله اللي هو السجق، اللي هو دوت اللي احنا عملنا بيه الاكله الجميله دي كلها. حيينا الاكله دي، انا كده كده كنت هعمل السجق النهارده، فطبعا دلوقتي بقى متوفر جدا طبق محشي، طبق رز، طبقين سجق. بسم الله ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير، وان شاء الله ناخد افكار من بعض وحاجات حلوه وحاجات جميله مع بعض، وكل سنه وانتم طيبين ومع الف سلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بألف خير يا رب. طبعا بقى بصوا، الساعة دلوقتي 5 إلا ربع بالظبط، وأنا ما عنديش حاجة سريعة إن أنا أعملها غير السجق. فأنا دلوقتي هوريكم طريقتي البسيطة يعني أسهل منها ما فيش. أنا بعمل السجق ده في ثواني كده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع السجق. او هعمل السجق. انا كده كده عندي طبق رز ابيض كده فايض في التلاجة، مش عارفه ايه، فهنعمل. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه انا هقطع الطماطم، طبعا هي مغسوله. على فكره اي تقطيعه مش لازم تقطيعه معينه يعني. تمام. اي تقطيعه، واهم حاجه يعني الطماطم جامده مستويه، ايا كان الطماطم هتعمل. انا هقطعها على طول عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. كده انا خلاص قطعت الطماطم وقطعت الفلفل، يلا بينا على البوتاجاز. نقول بسم الله. العين دي بتعلق مش عارفه ليه، مع انه جديد. نشتغل على العين دي وخلاص. نقول بسم الله. نحط الطاسه كده نضيفه. خلاص كده نحط شويه زيت محترمين كده. هنحط الفلفل والطماطم مع بعض. تمام. انا بحب احط الطماطم والفلفل الاول. تمام كده. حط كميه الطماطم اللي تحبك، لان انا مكتره عشان هياكلوها على الرز. هنحط معلقه فلفل اسمر كده محترمه. تمام. هنحط كمان معلقه جوز الطيب كده حلوه. هنحط كمان شويه 7 بهارات. دي الحاجات دي والنكهات دي بتخلي طعم الصوص بتاعها ده حلو قوي. هنحط كمان ملح. دي كده خلاص كده انا اهو اديتها بس تقليبه اهو. تمام. بصوا بقى، السجق بتاعنا قطعته خليته زي ما هو صحيح كده. تمام. شايفين خليته صحيح ازاي؟ هقوم حطاه على الخلطه بتاعتي الجميله دي، ومش هعمل فيه اي حاجه تاني. هي الخلطه بالسجق هينزلوا كل السوائل اللي فيها، وخلاص على كده. نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مش هعمل فيه اي حاجه، هغطيه على كده. كده تمام. انا غطي السجق بقى وهسيبه يستوي، وبعد ما يستوي اوريهولكم مع بعض. تمام. هو كده كده خلاص يعني انتوا شايفين البكبكه بتاعته هي اشتغلت، فانا هسيبه كده حوالي 10 دقايق ولا حاجه على البوتاجاز يستوي، وارجع لكم تاني. على فكره ده الغطا بتاع حله اللي انا كنت بعتها قبل كده، اللي هم الالومنيوم والكلام ده، فلقيتها مناسبه على الطاسه فسبتها. احنا كده ما استكفيناش يعني بالسجق بس. انا عندي شويه خلطه في التلاجة، خلطه محشي من اللي كانت فايده مني. فانا طبعا انا ما برميش حاجه يا جماعه، عشان دي معلومه تعرفوها عني. ما فيش اي حاجه برميها، الدنيا غاليه جدا، واي حاجه احنا بنستفاد بيها وهتنفع معانا في اكله اهي. هقلبها بس كده وارجع لكم. كده انا خلاص قلبتها. بصوا بقى، انا اشتريت كيلو بتنجان اسمر. تمام. كيلو بتنجان اسمر هحشيه مع جنب السجق كده، يعني كانها مقبلات كده جنبه، زي سمبوسك زي جلاش زي اي حاجه. تمام. اي حاجه كده جنب الاكل بتنفع.
يعني انت بدل ما تخلي السفره حاجه صغيره مثلا ولا حاجه قليله، فانت بتزوديها من الحاجات اللي موجوده عندك بقى. فاهمه قصدي كده؟ يعني انا عندي شويه صلصه، بتاع ده شويه الخلطه، رحت مطلعاهم كده، رحت جايبه كيلو بتنجان ب 20 جنيه، وقلت امشي بيه جنب الاكل كده. انت فهمتوا قصدي يعني؟ انا مش هطول عليك، هحشي وارجع لكم. لقيت كمان، بصي لقيت الخلطه كمان لسه فايضه شويه، فكان عندي كام قرن فلفل قلت احطهم معاهم. يا جماعه لازم نوضب كده، نلم عيشتنا، نلم حياتنا. كده كده حرام اي حاجه بتفوت، حرام ان انت تسيبيها، حرام ان انت تسيبيها في التلاجة وبعد كده ترميها، حرام حرام. انا عن نفسي ما برميش حاجه، لان ده كله بستحرمه، والحاجه غاليه، واحنا بنشتغل وعارفين قيمه القرش بيجي ازاي والجنيه بيجي ازاي. فحرام حرام، انا بصراحه بستحرم اي حاجه، بستحرم ارمي الهوا حتى والله. يعني اي حاجه صغيره، لو لقمه صغيره قد كده ما بحبش ارميها، كله بينفع. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عمل ايه؟ عمل حله محترمه اهي. تمام. انا طبعا ما عنديش شوربه، فهقوم عامله ايه؟ هقوم حاطه قالب ماجي واحد بس كده، وهقوم حاطه عليه ميه سخنه، وهقوم حاطه عليه شويه ملح، فلفل اسمر، شويه البهارات اللي عندك يعني عادي، بس كده. نطره جوز الطيب، نطره صغيره، شويه فلفل اسمر، معلقه ملح عشان نكتر طبعا، بس ونقلبهم تقليبه محترمه كده عشان الماجي يدوب بس. حابه تحطي زيت براحتك، حابه تحطي سمنه براحتك. نقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. كفايه كده. نقوم بقى نولع عليه، بس نحط شويه زيت. تعالوا نولع عليه مع بعض، نولع عليه كده. يعني مش عارفه انت بتعلقي ليه، بس انا مش عارفه يعني. تمام. وعندي كمان معلقه صلصه احطها فوق الوش. عملتش احلى حله محشي من مفيش. وكمان فايض عندي شويه رز اهو، هعملهم مع السجق. وادي السجق اهو قرب يستوي، شايفين عامل ازاي؟ قرب يستوي. نغطي بقى على المحشي يستوي براحته، نشوف بقى هنعمل ايه تاني. يلا عقبال ما يستوي نرجع تاني مع بعض. بصوا بقى، نقول بسم الله على السجق اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. الطماطم نزلت خالص ميتها، والسجق طبعا كمان نزل السوائل اللي فيه. بصوا بقى عامل ازاي. طبعا ينشف شويه بقى، كمان شويه واوريهم لكم. ريحته جباره بجد، ريحته جباره. طبعا احنا عاملين السجق مع بعض في البيت، احنا اللي حاشينه واحنا اللي عاملينه. طبعا كل حاجه معموله في البيت على قد ما نقدر نوفر وندبر، وكل سنه وانتم طيبين. اول كمان ما ايه يستوي اوريهم لكم. نقول بقى بسم الله ما شاء الله، 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 بسم الله ما شاء الله. شايفين كده؟ اللهم صل على النبي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. احلى طاسه سجق هتعمليها، بصوا هتخرب دماغي. ولا بقى بصل ولا افتكاسات ولا اي حاجه، بالطريقه دي وهتعجبك جدا والله. هنروح بقى نغرف وتعالوا نشوف مع بعض بعد النغرف. بصوا بقى السجق، بسم الله ما شاء الله. احلى طاسه سجق. بصوا، بصوا بسم الله ما شاء الله. تحفه تحفه. جميل جدا وسهل. وادي طبعين الرز اللي قلت لكم عليهم. تمام. اي حاجه كده تمشوا فيها مع البيت. لموا دنيتكم، الدنيا حلوه مش وحشه، ما نصعبش الدنيا علينا، تبقى جميله جدا ان شاء الله. وباقل حاجه ظبطي في بيتك، وكل سنه وانتم طيبين. يبقى كده السجق، بسم الله ما شاء الله. وادي شويه الرز اللي فاضوا سخنتهم، وادي المحشي كمان اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تحفه.